السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، يا صباح السعادة. النهاردة معانا تشكيلة من الجاتوهات عاملينها لكاتب كتاب. ربنا يا رب يفرح البنات والشباب جميعا. أول مرة أستحمل مسؤولية جاتوه لمناسبة زي كده. أنا على طول بعمل تورت وكده، إنما أول مرة أعمل يعني كمية جاتوه كده. والحمد لله الموضوع سهل جدا جدا، وتم الحمد لله بفضل الله على خير وسلام. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 7 بيضات، نص كوبايه ميه، ونص كيلو من الاسبونج الجاهز. وانا قلت الاسبونج الجاهز عشان اصلا، وباذن الله هنبقى نعمله مره تانية بالدقيق العادي، بس انا قلت اسرع دلوقتي. هنحط ال7 بيضات ومعاهم الفانيليا، وهنضيف معلقه من محسن الجل بيديله هشاشه حلوه قوي، وطبعا الميه، ربع كوبايه الميه، وهنحط الباقي المكونات الدقيق، وهنبتدي نضربه. كده كده هحط لكم المكونات كلها في صندوق الوصف باذن الله. فكر. تمام. نديله تقليبه كده قبل ما نحطه على المضرب ونضربه كويس، وهنبتدي نفرد ورق الزبده. شايفين ما شاء الله القوام بتاعه كريمي ازاي. هي على العموم تفاصيل بسيطه هنقولها واحنا شغالين بتخلي الجاتو معاكي ناجح وشكله حلو كده زي ما بنشتريه من بره. من ضمنها ان احنا نساوي الاسبونج قوي في الصاج، عشان بعد كده يريحك في التقطيع، يبقى سطحه كله مستوي والقطعه تطلع مظبوطه زي اللي بتشتريها بالظبط، واحلى والله. بنسويه كده باي سكريبر عندك، او عندكيش ان شاء الله حتى بطاقه اغسليها كويس، بطاقه تكون مستغنيه عنها واشتغلي بيها هتديكي نتيجه احسن كمان. كده خلصنا. ومهم بعد ما نخلص نخبط الصاج خبطتين 3 كده على الرخامه، عشان لو في بواقي الفقاعات هوا. ده بعد ما خرج من الفرن، وطبعا احنا بنسيبه زيه زي التورته. الاسبونج لازم يبيت قبلها بيوم عشان تقدري تشتغلي فيه. تمام. انا طبعا عملت كذا واحده من دي بالشوكولاته وبالفانيليا، بس قلت اوريكم واحده بس عشان الفيديو ما يطولش. شايفين ما شاء الله لونه طالع ذهبي وجميل ازاي. تريكه برضو لو انتي بتخبزي في صينيه ألمونيا او صاج ألمونيا ما فيهاش مشاكل، انما الصاج اللي انا شغاله بيه ده بيلسع طبعا الحاجه. فتجيبي طبق فيه ميه وتحطيه على الصاجه في ارضيه الفرن عشان الحاجه تطلع لونها حلو ومش ملسوعه. هنا خلصنا الاسبونج وبنبتدي نقسمه. قشرنا طبعا الطبقه اللي على الوش عشان ما يبقاش ليها ريحه ريحه البيض بيبقى فيها. وبنقسمها كده بالراحه كده. ولو متوفر عندك المنشار بتاع الكيك بيكون افضل وافضل. الكيك طالع هش جدا وجميل جدا. هنبتدي بقى ايه نسقيه بالسيرب اللي هو الميه خفيفه بسكر كده. هنبتدي نحط الكريمه. وهنا الكريمه مقدرها برضو هكتبها لكم ان شاء الله. هي كوبايه كريمه على حسب بقى الكميه اللي انت هتعمليها، يعني كل كوبايه كريمه تاخد كوبايه وربع، كوبايه ونص من الميه المتلجه، ولازم تكون متلجه، مع نص كوبايه سكر. انا مستخدمه كريم شانتيه خام اللي هو ريتش المتحده. بنحطها كده بقى بنسويها، والجاتو بياخد كميه كريمه كويسه يعني. هنسويها ونحط الطبقه التانية برضو ونسقيها زيها زي اي تورته بنعملها، ونجلسها برضو، نحط لها الطبقه اللي على الوش برضو كلها بالكريمه كده، ونسويها كويس. وعندك لو اي مكان كده حسيناه منخفض نزوده كريمه بحيث ان السطح كله يبقى كله متساوي كويس قوي. اهم تركه في الجاتو يكون القوام بتاع الكريمه متماسك جدا جدا، وده طبعا هيجي من نوعيه الكريمه تكون كويسه، والقوام بتاعها يكون تقيل، يعني ما تحاوليش تخففيها ميه كتير، طبعا يكون ميه متلجه. وكالعادة بحط الكريمة وبنسى احط السيرة وبرجع احطها تاني. اللي متابعني تملي بعمل الحركة دي. يلا ربنا يهديني. حط طبقة محترمة كده من الكريمة تكون سميكة، ونسويها كويس قوي. مش لازم ابدا تكوني شاطرة في التجليس، لان احنا هنعمله بسكريبر مشرشر كده، فهنخلي شكل السطح حلو من غير اي مجهود. بنبتدي نمشي عليه كده زي الزجزاج، او نعمله شريط واحد بس. اللي نعمله ما نرجعش عليه، هي مرة واحدة بس، وناخده بقى كده زي ما هو نحطه في الفريزر. طبعا انا عملت كذا سبونج بالشوكولاتة وبالكريمة بنفس الطريقة.
وانا كده حابه اعمل طبقتين فانيليا وفي النص طبقه من الشوكولاته، وعملت برضو العكس، طبقتين شوكولاته وفي النص طبقه من الفانيليا. شكليهم براحتك، او عايزاهم كلهم يبقوا فانيليا او كلهم يبقوا شوكولاته، براحتك، بس شكلها بيبقى جميل. هنقسم الطبقه بتاعت الفانيليا نصين ونحط الكريمه، ونرجع نضيف الطبقه بتاعت الشوكولاته في النص، نسقيها برضو، ونضيف الكريمه، واخر حاجه الفانيليا. حطيناها الكريمه وحطيناها في الفريزر، طلعنا اللي كان في الفريزر بقى. هو ملحقش يتجمد، المفروض كان يتجمد كويس علشان الكريمه تتقطع معانا متساويه، بس هو يعني مش وحش يعني. وهنبتدي نقص الاطراف، وزي ما قلنا كل ما تكون متجمده كل ما يكون التقطيع اسهل. هنا انا قطعتها، اللي في النص دي هعملها على 3 قطع. طبعا الاحسن ان انت تشتغلي بمسطره عشان تطلع معاكي القطعه مظبوطه، بس انا الصراحه كنت شغاله بالبركه كده والحمد لله. قطعناها بقى، تقدري تعملي كبيره صغيره، تتحكمي في حجم القطعه براحتك. حطيت لها كده وردات من الكريمه وعليها كريز. الجاتوه بالذات بيبقى كل ما كان تزيينه ابسط كل ما كان اشيك، يعني ما تحاوليش تحطي حاجات كتير فيه فيضيع شكله. انا هنا معتمده على شكل الكريمه، الموجات اللي موجوده في الكريمه دي فاديت له شكله حلو. واللي في النص دول حطيت لهم برضو وردات من الكريمه في النص، وشريحتين كده من الكيوي حطيتهم بالورد، وفي النص كريزايه. كل ما كان التزيين بتاعتها سهل كل ما كان يعني كل ما كان ابسط كل ما كان احلى يعني. هنا انا حطيت صوص شوكولاته. طبعا الكريمه هنا ما كانتش لحقت تتجمد، فعملت شكل رخامي كده، برضو شكله على الطبيعه جميل جدا، يعني هو شكله كده جميل مش وحش يعني. وهنعمل واحد برضو ان شاء الله بالصوص الساده، وهيبقى شكله غامق بقى ما فيهوش الكريمه دي، بس برضو والله طلع شكله على الحقيقه احلى بكتير. حطينا لهم برضو وردات من الكريمه، وهنبتدي نحط فيها كريز. مش عارفه، بحس ان الكريز بينور اذا كان تورته او جاتوه. هنا بقى دول وحدات انصاص من عين الجمل، انا حطيتهم في الدست الذهبي. والله كان شكلهم ما شاء الله روعة جدا، يعني هو مش باين هنا في التصوير بس كان على الحقيقة باين قوي. والطبقة ودي عملناها بقى ايه، قسمتها على 3. حطيت صوص مانجا وحطيته بالراحة كده بحيث ان الموجات بتاعة الكريمة تبقى باينة. والجزء التاني ده انا عملته بصوص الفراولة. الصوصات بتخلي طعم الجاتوه والتورته حلو قوي. واخر حتة كده قطعتها بالورد. وطبعا حطينا لها برضو الوردات بتاعة الكريمة، دي انا غطيتها كده بالكريمة عشان تبقى ما يبانش الفاصل اللي في النص ده. عايزه اقول لكم طلع بسم الله ما شاء الله طعمه روعه، والموضوع ابسط ما كنت متخيله خالص، يعني التورته بتاخد مجهود قوي عن الجاتوه سهل جدا. والجزء اللي اتبقى ده انا عملته بصوص الكراميل. طبعا الصوصات دي بتتعمل جاهزه، تقدري بقى تسيحي شوكولاته وتعمليها بيه، بس الصوصات انا قلت ايه تسهل عليا يعني. ونقطعها برضو كده، واخر قطعه نقطعها برضو بالورد. هنا بقى اللي بالشوكولاته ده شوكولاته وكريمه شوكولاته برضو، هي نفس الكريمه بس بتحطي عليها معلقتين كاكاو. كاكاو طبعا اسباني غامق. ودي بقى انا جبت الكريمه الكيكه وقطعتها بالدوائر القطعه بتاعت الصابليه، او اي قطعه عندك ان شاء الله كوبايه حتى، وقسمتها من النص كده، وابتديت ايه اسقيها بالسيرب، وهنبتدي نحط لها الكريمه ونغطيها ونقفلها كويس. هعمل معاكم 2 واكمل الباقي مع نفسي. انا عملتها بالكريمه بتاعت الشوكولاته، وهغطسها في الشوكولاته المبشوره كده. اعمل واحده بالشوكولاته المبشوره الدارك، وواحده بالشوكولاته المبشوره البيضه. على فكره شكلها جميل جدا برضو، شكلها حلو قوي. وهنا ده برضو كان واخد كريمه شوكولاته، وجبنا صوص شوكولاته كده
وعملنا عليه خطوط كده، وابتدي اقطعه برضو. بعتذر على منظر الرخامة، الدنيا كانت زي الفل. هنا برضو حطيت برضو قلوب. القلوب دي انا كنت يعني جايبه شوكولاته ومسيحاها من قبلها طبعا بفتره، وفي فصوص برضو من عين الجمل عاملاها باللون الفضي كده، الدست الفضي، بتدي شكل حلو قوي. هنا بقى بعد ما خلصت وعبيتهم، الموضوع طلع سهل خالص. انا كنت مرعوبه جدا جدا بس الحمد لله عدت على خير. اتشجعي وقومي اعملي، واتمنى يكون الطريقه عجبتكم، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وتشجعوني كده. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله.